بسم الله توكلت على الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نشوف الجمال بقى اللي احنا هنعمله النهارده، بجد حاجة لا تقاوم، يعني حاجة خيالية حلوة جدا، مش مكلفة بالمرة. بديل الأناناس أنا هاقول لِك إيه هو بديل الأناناس لو مش متوفر إن أنتِ تجيبيه، هاقول لِك بديل الأناناس إيه، تمام؟ الكيك وهمية، كيكة الأناناس دي وهمية فوق ما تتخيلوا، يعني إيه يا جماعة كأنكم بجد، بجد بتاكلوا أناناس بالضبط يعني، وصوص الكراميل بتاعها ده خلّاها في حتة تانية خالص، بجد سهلة، بسيطة جدًا، هشة أوي، 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 مش عايزة أقول لِك تكلفتها بسيطة أوي، لو رُحتِ جبتيها من برّه برضه مش هنقول السعر كام. والمقادير بتاعتها بسيطة جدًا، 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 وهاقول لِك تعملي صوص الكراميل إزاي وتبقي محترفة فيه، بسيط أوي، أوي، وهنروح للمقادير دلوقتي وهاقول لِك مقاديرنا إيه بالضبط، تمام؟ نروح الأول في ووج غويط أو أي طاسة تيفال عندِك، كوباية إلا ربع سكر، هنبدأ إن إحنا نكرملها، هنكرملها إزاي يا أمارات؟ هنبدأ إن إحنا نقلِّب واحدة، 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 واحدة على نار وسط لغاية ما يدوب السكر بتاعنا تمامًا، تمام؟ إيدِك ما تتشالش من عليه عشان ما يمرّرش معاكِ، دي فشل الكراميل بتاعنا إن هو يمرّر معاكِ، هنرميه فورًا، فإن شاء الله بإذن الله إحنا مش هنرمي حاجة، إيدينا هتبقى في الحاجة واحدة، واحدة لغاية ما يدوب، أول ما يدوب معايا تمامًا ما يكونش فيه ولا قطعة سكر، هنشيله على طول من على النار، تمام، هابدأ إن أنا أقلِّب لغاية ما أدوّبه كويس، كويس جدًا، وهاوريكِ أنا عايزة إيه. هو ده داب معايا كويس جدًا، بس لازم فورًا تصُبّيه في الصينية اللي أنتِ هتستعملي فيها، تمام، على طول، ما تستنيش زي كده، تصُبّيه على طول وهو سخن جدًا، 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 لإن هو بيتماسك بسرعة أوي. تمام، هو ده القوام اللي أنا عايزاه، هو ده اللون اللي أنا عايزاه. هابدأ عندي صينية التارت مقاس 24، هابدأ إن أنا أنزل الصوص الكراميل بتاعنا في الصينية وأوزّعه، بس ما لحقش يتوزّع معايا ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا خالص، أول ما نحطه في الفرن هيتوزّع كويس جدًا، 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 وهيتغلغل كده في الكيك بتاعنا، تمام. هابدأ إن أنا أجيب الأناناس بتاعي كومبوت مش أناناس فريش، الأناناس الكومبوت، وخدت الأناناساية عشان هي كبيرة قسمتها نُصّين، يعني إحنا وفّرنا، تمام؟ بديل الأناناس هاقول لِك إيه هو بديل الأناناس لو مش متوفّر إن أنتِ تجيبيه. هابدأ إن أنا أرُص الأناناس بتاعي على الكراميل، بس كان المفروض برضه إن أنا أرُصّه عشان يتماسك فيها، بس برضه ما تقلقوش هيتماسك وهتشوفوا في الآخر هيبقى عامل إزاي. وهم تحفة، إيه رأيكم؟ يجنن لغاية كده؟ حلو أوي وسهل جدًا. نروح المقادير بقى بتاعتنا بتاعة الكيك، عندي كوباية ونُص دقيق، عليها معلقة baking powder كبيرة اللي هو الباكيت كلّه، وعليها كوباية سكر، وعليها 3 معالق لبن بودر، وعليها ذرة ملح، ونقلِّب كويس جدًا، 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 تمام؟ في أي حاجة صعبة؟ ما فيش أي حاجة صعبة، بديل الكمبوت الأناناس يا جماعة اللي هو تانج أناناس، تانج أناناس ده بُصّي هيحل لِك المشكلة. أنا أخدت معلقة تانج أناناس على المَيّة اللي هي بتاعة الكومبوت بتاعتي، وبدأت إن أنا أقلِّبها. أنتِ ما عندكيش الأناناس حطّي الباكيت كلّه، تمام؟ حطيت فانيليا، وبعد كده حطيت كوباية إلا ربع زيت، وبعد كده حطيت اللي هي كوباية المَيّة اللي هي بالتانج، وبعد كده حطيت 3 بيضات وذرة ملح، وقلِّب، قلِّب، قلِّب، قلِّب في كل المكونات مع بعض، مش هنستخدم حليب لإن إحنا already حاطين لبن بودر، خلاص تمام، هنبدأ إن إحنا نقلِّب بالمضرب بتاعنا كويس جدًا، مش هنحتاج ولا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا عجان، تمام. 3 بيضات، كوباية إلا ربع زيت، وكوباية اللي هي الكمبوت، قصادها أنتِ ما عندكيش مَيّة الكمبوت دي، جيبي بدالها كوباية حليب ودوّبي فيها التانج أناناس، تمام؟ وبس على كده قلّبنا كل المكونات مع بعض، وهننزل بقى على الصينية بتاعتنا، بس بعد ما ندهنها كويس جدًا من الأحرف سمنة، تمام؟ ادهنيها كويس جدًا، 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 مش هنبدّرها بالدقيق، هندهنها كويس بس سمنة وعلى كده، تمام؟ أي صينية مدوّرة عندِك، أي صينية نجاح الكيك يا جماعة تستخدمي ليها صواني ألمنيوم، خلاص؟ مش هنستخدم ولا تيفال ولا أي حاجة تانية. هنبدأ إن إحنا ننزل بالخليط بتاعنا وده كل الفرن شغال على درجة حرارة 200 قبلها بربع ساعة، وبعد كده نبدأ بقى نخبطها التخبيطتين المحترمين بتوعنا، نخبطها جامد لغاية ما نطلع فقاعات الهواء بتاعتنا، وبعد كده هبدأ إن أنا أجيب الستيك بتاعي وأبدأ إن أنا حركات دائرية كده عشان كلها تبقى متساوية معايا، تمام. في أي حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ مفيش أي حاجة صعبة. هندخلها بقى الفرن، هنجيب الأول صينية ألومنيوم تانية، وبعد كده كوباية مية مغلية ننزل بالصينية لأن هي تستوي على المية دي، تمام، في الفرن على ساعة إلا ربع على الفرن الكهربائي، ما تفتحيش قبل نُص ساعة عليها، وبعد كده تشوفي بقى الجمال والحلاوة، مستوية تمامًا،
تحفة. هنبدأ بقى إن إحنا نقلبها ونسمي الله كده ونقلبها على طول. هنحطها في مَيّة سخنة الأول 10 يعني مش 10 دقايق، هنعد لغاية 10 وبعد كده نقلبها على طول. تمام، مَيّة مغلية أهي، هننزل بيها في نفس الصينية، وبعد كده هنعد لغاية 10 ونروح قلبينها على طول. في أي حاجة صعبة؟ مفيش أي حاجة صعبة. سهلة والّا مش والّا صعبة؟ سهلة جدًا، 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 وما فيش حاجة بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله هتبقى صعبة. هوبا بقى قلبنا بقى الجمال والحلاوة، ما شاء الله تجنن، حلوة جدًا، جدًا، وهمية يا جماعة، بجد، بجد وهمية. ما شاء الله، مش عايزة أقول لِك إن هي خلصت في يوميها، بجد رائعة، حلوة جدًا، جرّبيها هتنبهري بيها. طبعًا أنا قُلت لِك بديل الكومبوت إيه، باكيت بس اللي هو الباكيت تقريبًا ب7 جنيه، باكيت اللي هو التانك أناناس ده وهيحل لِك المشكلة كلّها. وهم يا جماعة، بجد والله وهم، اختراع، 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 وسهلة جدًا، وعملناها كلّها في طبق واحد، ونبدأ بقى نقطّعها وناكلها بألف هنا وصحة. بجد، بجد هتنبهري بجد بالكيك ده. كيكة عالمية، كيكة عالمية يا جماعة، حلوة جدًا هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تنفذوها وتبقوا محترفين. وما استهلكناش الكومبوت كله، طبعًا إحنا خدنا نُص الكومبوتاية قسمناها نُص الأناناسية قسمناها نُصّين ووفّرنا كويس جدًا. إحنا إن شاء الله بإذن الله هنوفّر كل حاجة، وهنعمل أغلى حاجة أقل تكلفة. وإن شاء الله بإذن الله أسيبكم تنفذوا الوصفة، واللي هينفذ الوصفة بعدي إن شاء الله بإذن الله يقول لي إيه الأخبار، وهيطلّعها أحسن مني بمراحل إن شاء الله بإذن الله. ابدأوا بالتوكل على الله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سهل إلا ما جعلته سهل. إن شاء الله بإذن الله، اللهم احسن ما بين إيدينا جميعًا يا رب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. وإن شاء الله جربوا الوصفة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، مشاركات كتيرة جدًا، جدًا. وآخر حاجة نقولها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.